السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. ازيكم يا حبايبي في كل مكان جوه مصر وبره مصر؟ إن شاء الله النهاردة يا حبايبي أنا هعمل كيكة بإذن الله، ماربل كيك. هي من أحسن الكيكات اللي تشربوا جنبها كوباية قهوة أو كوباية شاي بلبن. هي جميلة جدا. إن شاء الله هنعملها وهوريها لكم يا حبايبي. أنا إن شاء الله النهاردة عندي بقى المقادير بتاعتها. دي كوباية ونص دقيق وثلاث معالق كاكاو اهي يا جماعة، ومعايا كوباية سمنة، كوباية زيت حاطة نصها زيت ونصها سمنة، وهنا كوباية سكر، كوباية لبن، وثلاث بيضات، وباكو بيكنج باودر. دي يا جماعة المقادير بتاعتها. واللبن يا حبايبي لازم يكون دافي. اللبن اللي هتعملي بيه الكيك لازم يكون دافي. هنسمي الله كده ونبدأ إن شاء الله نعمل الحاجة. أنا إن شاء الله هضربها في الخلاط بإذن الله، فأسمي الله كده. أنا هضربها في الخلاط بإذن الله، عشان لما بضربها في الخلاط بتطلع جميلة كده وهشة وحلوة. هسمي الله كده، نقول بسم الله ونبدأ كده. بسم الله حبايبي. أنا حطيت الثلاث بيضات وهحط عليهم كوباية السكر. سكر بقى لو عندك عايزة تحطي سكر ناعم حطي، يعني ما عندكيش حطي سكر زي ما انا حاطاه كده اهو يا حبايبي. حطيتها في الخلاط اهو، هضربها اقول بسم الله. بس يا حبايبي انا ضربت اهو البيض مع السكر في الخلاط اهو يا جماعة. انا طبعا ضربت البيض مع السكر اهو. هبدأ احط الايه السمنة كده بالزيت يا حبايبي. الزيت مع السكر والبيض اهو. هبدأ احط الدقيق، بس احطه ايه يعني حبة كده بحبة صغيرة كده واقلب اهو. بصوا اهو يا جماعة، انا حطيت الدقيق اهون وقعدت اقلب فيه لما بقى ايه زي ما انتم شايفين بالقوام ده كده. هحط بقى ايه البيكنج باودر كده. البيكنج باودر ده حوالي بالظبط كده معلقة ونص بيكنج باودر. وهبدأ بقى ايه احط اللبن بقى. اللبن نص كوباية، مش كوباية لبن، لا نص كوباية يا جماعة. انا حطيت اللبن اهو. بص يا حبايبي، نسمي الله بقى واحطها كده في الصينية. انا هقسمها نصين اهو يا جماعة. انا حاطة في الصينية يا جماعة ورق زبدة زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا يا جماعة، انا هحط بقى ايه الكاكاو دون على الحبة دول كده اهو، وهقلبهم كده كويس. انا عملت نص الكيكة الباقي او يعني، وقلبته كويس اهو. هبدأ بقى ايه اوريكم يعني اهو يا حبايبي. هبدأ احط كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهي اهو. بص انا حطيت شوكولاتة وبعدين حطيت ابيض، وهو ارجع احط شوكولاتة تانية اهي اهو يا حبايبي. بصوا بصوا يا جماعة اهي. بسم الله ما شاء الله عملتها اهي. وهبدأ اللي انا اعملها كده اهي اهو يا جماعة، واحطها في الفرن وان شاء الله هتعجبكم جدا يا جماعة. انا ولعت الفرن وسخن اهو. اسمي الله كده بسم الله، واحط الصينية كده. طبعا احنا بنحطها ونوطي الايه ونوطي الحرارة تبقى على درجة ما ايه 180 كده. بصوا يا جماعة، انا طلعت ايه الصينية اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي
اهي، وريحتها بقى مش هقول لكم عليها حاجه، بسم الله ما شاء الله. هتهدى كده شويه وهطلعها وهقطعها كده واوريها لكم ان شاء الله. زي الفل اهي ان شاء الله. بقى هنا ايه، هحط بقى الشوكولاته اللي انا عملتها دي عليها وشها كده. طبعا انا عاملاها هي تحطيها دافيه، كل ما تحطيها دافيه بتفرفش الكيكه كده وتخليها حلوه. طبعا انا عملته دون، حطيت معلقه كاكاو، معلقه نشا، وحطيت سكر وقعدت اقلبه لحد ما عمل القوام ده، والسكر حسب رغبتي. بسم الله ما شاء الله. الكيكه دي نجربوها، هي هشه جدا وحاجه جميله. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي الكيكه اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا عامله ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عليها جميله ازاي. اللي ما بيحبش الشوكولاته او ويحب العادي ده، هي كلها هي ميكس اهي. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله عليها جميله اهي. جربوها ان شاء الله واعملوها. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، جربوها واعملوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا احلى جديد يا حبايبي، عشان القناه تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.